السلام عليكم. أهلا بيكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة تجنن. أكلة كده الناس كلها بتبقى فاكراها صعبة، بس هي في منتهى السهولة والبساطة. هنعمل الكبسة بالفراخ بس بالرز المصري بتاعنا، مش بالرز البسمتي. وطلعت النتيجة روعة وتحفة، ومعاهم شوية دقوس. أوعدكم إن انتوا مش هتندموا لو جربتوا الوصفة بالطريقة اللي أنا بعمل بيها. خليكم معايا لآخر الفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك معايا ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. نقول بسم الله. أنا معايا معلقة سمنة وشوية زيت. هحمص التوابل بتاعتنا الأول في السمنة وفي الزيت: ورق لورا، لومي، قرفة خشب، اللومي ده اللي هو الليمون المجفف، حبهان وفلفل اسود حب، وبتاع من 4 ل5 فصوص مستكة. تمام. هدي تحميصة حلوة كده للتوابل دي في قلب السمنة لحد ما ريحتها تطلع. وبعد كده دي بصلاية واحدة مفرومة هنزل بيها على التوابل دي، اديها تشويحة لغاية ما تدبل مش يغير لونها، تدبل. وفلفلاية واحدة أنا مقطعها قطع صغيرة هنزل بيها برضو واديها تشويحة مع البصل والبهارات. ومعايا جزراية برضو هنزل بيها، أنا بشراها برضو هديها تشويحة مع البصل والفلفل. بسم الله الله أكبر، الريحة كانت تجنن. ودي بتاع 4 فصوص توم أنا فرماهم ونزلت بيهم برضو اديتها تشويحة. ودي التوابل بتاعتنا: بهارات فراخ، بهارات كبسة، فلفل اسود، ومرقة دجاج ايا كان دجاج او لحمة. ونزلت بيهم على الكلام ده برضو اديته تشويحة معاهم لحد ما الريحة الله اكبر قلبت الدنيا. ودي صلصة جاهزة من المعلبة يا جماعة، خدت معلقة منها ضفتها على الكلام ده كله واديتها برضو تقليبة. هنزل بقى بالفراخ بتاعتنا، دي فراخ بلدي برضو عشان في ناس تقول لا هي تنفع بالفراخ البلدي. انا عملتها بالفراخ البلدي وطلعت تجنن. هقلبها كويس قوي في الخليط بتاعنا التحفة ده. هفضل اشوح في الفراخ كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. ومعايا طماطمايه واحدة قطع نزلت بيها برضو، واستمر في التقليب لحد ما الطماطم بتاعتي تدبل والفراخ تغير لونها. وضفت عليهم مية مغلية اكني بسلق فراخ عادي جدا. هغطي يا دوبك الفراخ دي يعتبر مش كبيرة قوي عشان كده هي مش هتاخد سوا معايا. ضفت الملح طبعا على حسب الرغبة. انا غطست كده الفراخ زي ما انتوا شايفين، يا دوبك المية مغطياها. وغطيت الحلة بتاعتنا واسيب الفراخ تستهدى تستوي كويس قوي الاول. انا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله السكينة بتتغرس فيها. واطفي عليها واطلعها من قلب الشوربة بتاعتها اللي هتشوفوا اجمل رز هيتعمل بيه. وارصصها في صينية، ومعايا معلقة صلصة جاهزة، معلقة سمنة، شوية ملح صغيرين وفلفل اسود. واقلب الكلام ده وادهن وش الفراخ اللي انا رصصتها في الصينية زي ما انتوا شايفين، وادخلها الفرن على الشواية بس. وده الرز المصري بتاعنا في الشوربة اللي احنا سلقنا فيها الفراخ بعد ما عملنا التوابل التحفة اللي حمصناها. وهسوي الرز المصري بتاعنا العادي جدا بس. ودي كمية المية زي ما انتوا عارفين. واغطي. هنعمل مع بعض الدقوس. معايا 3 طماطمات وليمونة، وده توم كتير طبعا، انا هاخد منه بتاع 6 فصوص او 7 فصوص. خدت 6 فصوص او 7 فصوص فرمتهم الاول. وبعد كده هضيف ال3 طماطمات
صلوا على النبي يا جماعة. واحط قرنين شطة، الدقوس بيبقى حراق، وليمونة، وشوية خل، والبهارات بتاعتنا ملح وكمون وفلفل اسود. ادي الفلفل الاسود، الكمون، والملح. اضرب الكلام ده كويس قوي. وده الدقوس بتاعنا، كان طعمه يجنن والله، تحفة تحفة تحفة. اغرفه بقى في اطباق التقديم بتاعتنا. وكده الدقوس بتاعنا خلاص خلص. مفيش اسهل من كده. طماطم وفلفل، في ناس بتحط له خضره بقدونس بس انا ما حطيتلوش. وده الرز بتاعنا بعد ما استوى ما شاء الله مفرفر وتحفه. هنغرفه مع بعض في طبق التقديم. انا غرفته في سرفيس كبير، ورصصت عليه الفراخ بتاعتنا التحفه. من ابسط الطرق بتاعه الكبسه، روعه والطعم يجنن. ده عندنا سوداني مفروم او مجروش، مش مفروم ناعم طبعا، على زبيب، على كان فيه 1 كاجو كده. وطبعا المكسرات اللي تحبيها، وفي ناس ما بتحبهاش بالمكسرات عادي. انا عملت سرفيز فيه مكسرات، وفي سرفيز انا عملته بدون اي حاجه، يا دوبك الرز والفراخ عليه، عشان عندنا اولاد ساعات ما بيحبوش عليها المكسرات اللي انا حطيتها. ودي كانت اكلتنا. يا رب تكون طريقه بسيطه وعجبتكم، واقدر اكون فدتكم. والف هنا وشفا. يا رب تكون عجبتكم. والسلام عليكم.